ما تيجوا نعمل حاجة حلوة كده بما اننا داخلين على المدارس، حاجة كده قنبلة من الاخر. ايه رأيكم في الشوكولاتة دي؟ بدل ما نشتريها من بره بأسعار مبالغ فيها جدا، نعملها في البيت وعلى قدينا وعلى قد الايد كمان، وحلوة جدا جدا للسندوتشات في المدارس. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. وطبعا يعني الفيديو بيتكلم عن نفسه. شايفين الشوكولاتة عاملة ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. قوامها حلو جدا ولونها حلو جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف فيديو جديد واول مرة من فترة طويلة جدا جدا منقطع عندكم. الفيديو كان موجود عندي على التليفون بس ما نزلتوش، حابة انزله معاكم في التوقيت ده، هيبقى مناسب جدا جدا للاطفال. في اول فيديو كده حط لايك للفيديو ولو عجبك، ولو اول مره تزور القناه اعمل اشتراك وفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده بامر الله. اول حاجه معانا هنا بندق مجروش، ممكن تستغني عنه لو مش موجود عندك، مش هتستخدمي كميه كبيره، يعني هي كميه بسيطه جدا. نجيب شفشق الخلاط. مقاديرنا كوبايه حليب، انا هنا بعمل مقادير كتير بس انا هقولك المقادير الاساسيه. مقاديرنا كوباية حليب، عليها نص كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام اسباني، نص كوباية زيت، ويتضربوا في الخلاط كويس جدا. حابة تضيفي الفانيليا ضيفي، وبعد كده في الاخر خالص بنضيف البندق المجروش. انا هنا هعمل كمية كبيرة جدا، يعني هعمل حوالي برطمانين، فحطيت كوبايتين حليب عليهم كوباية سكر عليهم كوباية كاكاو خام اسباني، وهحطهم على الخلاط وهضيف الزيت بالتدريج، هياخد كوباية زيت مني. وبعد كده في الاخر هضيف البندق المجروش. تجيبي بقى برطمانات، اي نوع برطمانات موجود عندك، وطبعا لازم يكون كاكاو خام اسباني. في النوتيلا بالذات موجود الكاكاو الخام الاسباني في اي مكان. وطبعا فيديو الفايدة منه انك توفري كتير جدا جدا، تغيري من طعم السندوتشات الولاد، مش كل يوم جبنة بطاطس الحاجات دي. تفتحي نفسهم برضو على اكل السندوتشات في المدرسة. طبعا الشوكولاتة بتدي طاقة وباور عالي جدا للاطفال، فهيبقى مفيد قوي قوي. طبعا برطمانات نوتيلا كانت عندي فاضية، غسلتها وعقمتها ونشفتها كويس جدا، وهحط فيها النوتيلا بتاعتي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بالقوام ده. قوامها بيبقى سميك جدا كده. وهنحطها بقى لما تهدى شوية، مش هنحطها على طول في التلاجة، تهدى بس حوالي نص ساعة لانها مضروبة في الخلاط طبعا. وبعد كده هنحطها في التلاجة في ضلفة المطبخ، الجو ابتدى يبرد اصلا، فهتبقى حلوة جدا ودوقيها هتبقى طعمها جميل بصراحة. وكمان الولاد هيحبوها، يعني قدرتي تحافظي على البرطمان واحد ليلتين بس. ممكن بقى تستخدمي النوتيلا في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، يعني وصفات كتير جدا، مش سندوتشات الولاد بس، ممكن تعملي لهم بيها اي حاجة. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ودول البرطمانين اللي عملوا معايا كمية كبيرة قوي. البرطمان الكبير ده تقريبا كيلو، والبرطمان الصغير نص كيلو، يعني كيلو ونص نوتيلا. بألف هنا وشفا، جربي الوصفة، مش مكلفة خالص. وزي ما قلتلك لو ما عندكيش بندق تقدري تستغنى عن البندق، مش لازم بندق يعني، بس طبعا احنا بنضيف البندق عشان موجود عندنا، وكمان النوتيلا اساسها البندق. باي باي، اترككم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.